يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يوم جديد وفيديو جديد، ويا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. الفيديو ده انا فيديو متحمس ليه جدا جدا جدا. ليه؟ ما اعرفش، بس عشان خاطر الجدال اللي بيحصل كتير جدا. فطبعا انتوا اكيد عرفتوا من عنوان الفيديو، بس انا طبعا هسيبها لكم برضو ايه، سسبنس كده. طبعا لسه برضو مخلص المتر بقالي يومين. بقالي يومين. فطبعا بص اكني في معسكر، شعري قد كده ودقني، فطبعا هيحصل ترانزيشن دلوقتي، هتشوفوني بعد كده محلق. وان شاء الله يعني ايه، هننزل نحلق ونرجع بقى تاني نشوف بقى الجدال اللي بيحصل وازاي نهتم بنفسنا. طبعا النهارده الجمعه، حبيت افكركم باربع حاجات. اول حاجه سوره الكهف، وتاني حاجة الدعاء ما بين العصر والمغرب، إن شاء الله يكون دعاء مستجاب. وتالت حاجة إن هو تروحوا المسجد مبكرا عشان خاطر تكتبوا في الصحف إن أنتوا رحتوا مبكرا. ورابع حاجة إن أنتوا تدعوا لأمواتنا وأموات المسلمين جميعا، يا رب ربنا يرحمهم ويغفر لهم. فبس دلوقتي بقى هنقرأ سورة الكهف، وبعد كده هننزل بالإيه، ننزل نروح المسجد ونرجع بقى، هتلاقوني بقى ترانزيشن مختلف تاني إن شاء الله. يلا ليتس جو باك ترانزيشن. فالحمد لله، اللهم احسن خلقي كما احسنت خلقي. دايما لما تيجوا تقفوا في المرايه، تبصوا نفسكم في المرايه يعني، او تلاقوا نفسكم احلويتوا بزياده كده شويه يعني، فتروحوا تقولوا ايه، اللهم احسن خلقي كما احسنت خلقي. تلاقي نفسك كده ايه، مهذب مع ربنا. فرجعنا اهو من عند الحلاق يعني، قصينا شعرنا وخلصنا ودقننا. فبنهتم بدقننا. طبعا دقننا طبعا مش هينفع البنات، فعادي. فبشعرنا هنقول لكم سواء كان بنات او اولاد ازاي تهتموا بشعركم. طبعا على الانستجرام انتوا فاتكم نص عمركم، لان انا بنزل حاجات على الانستجرام ازاي تهتم، سلسله ازاي تهتم بنظافتنا وريحتنا الشخصيه. فالسلسله دي اصلا تعتبر دي وجبه مع دي. فطبعا لو انتوا مش على الانستجرام فايتكم كتير. فاول حاجه ان احنا كده هنقيد شمع عشان الريحه تبقى حلوه، ونيجي تاني ايدنا شمع كده، الريحه هتبقى لذيذه وحلوه. اول حاجه بقى هنعمل ايه، ببشرتنا. طبعا احنا كاولاد بتيجي تحلق دقنك او كده، بتيجي بتقعد تحلقها سواء كان بالموس او سواء كان بالمكنه، بتلتهب بعد كده. فانت عشان ما تلتهبش تعمل حاجتين، يا اما دي يا اما دي، يا اما ان انت تجيب تلجايه وتمشيها على كل منطقه دقنك كده كلها وما تسيبش اي حاجه. او يا اما مفيش تلج طبعا، في الشتاء غالبا ما بيبقاش فيه تلج، فانت تروح عامل ايه، تروح تجيب ميه ساقعه من التلاجه وتغسل بيها وشك ورقبتك برضه عشان ما تلتهبش. ده كويس جدا. طب انا لو مش عندي حاجه اسمها افتر شيف، مش هستخدم الحاجتين دول. ايه هو الافتر شيف؟ افتر شيف ده بيتحط بعد ما حضرتك بتحلق وتغسل وشك بالغسول، تبدا ان انت تحط برده بيرطب البشره وبيقلل ايه، التهاب. فانا ما عنديش افتر شيف، فانا رحت ايه بعد ما حلقت، حطيت ميه ساقعه، غسلت وشي بميه ساقعه عشان خاطر الالتهاب. طب بعد كده بقى هنبدا نعمل ايه، نستخدم اي غسول، اي غسول بقى عندكم تبداوا تستخدموه عشان تنظفوا البشره، سواء بقى كان حاطين كريم حلاقه او كده، تبداوا تنظفوا ايه بشرتكم. وخلي بالكم لما تيجوا تنشفوا بشرتكم ما تنشفوهاش بفوطه تكون خشنه وتقعد تفرك فيها كده ببشرتك، عشان ده هتطلع لك حبوب يا فندم. طب هعمل ايه، يا اما تطبطب بالفوطه برضه على بشرتك، او يا اما تجيب منديل. طبعا طبطب عادي، بس طبطب بالراحه على الفوطه، والفوطه اللي تستخدمها لجسمك ما تستخدمهاش لوشك عشان الاثنين يحصل بكتيريا ويطلع حبوب وهكذا. فهنغسل وشنا وهنرجع تاني بعد ما غسلنا بشرتنا، ويكون انت تغسل بالغسول اللي يناسب ايه، يناسب بشرتك. تاني حاجه بقى هتستخدم حاجه اسمها السكراب. السكراب ده بتكون حبيبات كده صغيره، تكون جزيئات صغننه كده، بتقعد تفركها في وشك عشان خاطر ان هي تفتح مسام وشك، عشان هو دي تفتح مسام وشك عشان خاطر بص بتبقى ايه، حبيبات كده، مش عارف شايفينها ولا لا اصلا، بس ماشي. تبقى حبيبات كده صغيره، في حبيبات كده جواها صغيره جدا. تمام، بتقعد تفركها كده على وشك، تفركها على وشك عشان تبدا ان انت ايه، تفتح المسام، عشان تبدا ان انت تفتح مسام وشك، عشان خاطر لما تيجي بقى بعد كده تحط ماسك او اي حاجه، تبدا ان انت ايه، تكون وشك يستقبل الترطيب ويستقبل اي حاجه هتحطها. هنغسل وشنا ونرجع تاني. كده احنا عملنا ايه، غسلنا وشنا بالغسول، وبعد كده عملنا صنفرة او سكراب للبشره. قبل ما اقول لكم عن الماسك، عايز احكي لكم شويه او اتكلم معاكم شويه ان ليه الولاد ما تهتمش ببشرتها. انت دلوقتي الحاجات دي كلها اللي احنا بنعملها، هو انت ممكن تروح للحلاق يعملها لك وما فيش عيب. طب اشمعنى عند الحلاق مش عيب ولما تيجي تعملها في البيت عيب؟ فهي دي وجهه النظر. فهي الحلاق الحاجات اللي بيعملها الحلاق كلها احنا بنعملها في البيت، والحلاق بياخد قد كده، بياخد 100 200 جنيه على حشوات. انت بيعمل ماسكات وفوطه سخنه، الحاجات دي انت كلها ممكن تعملها في البيت، وتبقى الحاجه عندك وتقعد شهور عندك، ممكن تعملها كل اسبوع كمان.
فإن أنت تعملها في البيت أحسن كتير، وتبقى حاجات موثّقة وعارف إن أنت بتستخدم إيه على بشرتك، وبشرتك ما تتحسسش من إيه، وحاجات كتير جدًا. مش بقى الفوطة نفسها اللي هو بيستخدمها ناس كتير جدًا، فكمية الميكروبات والفيروسات اللي هتبقى حصلت يعني مش لذيذة. دي أول حاجة. تاني حاجة إن الرسول عليه الصلاة والسلام لمّا كان بيمشي في الشارع وييجي الصحابة بعديهم يمشوا في نفس الشارع، كانوا بيقولوا بيشموا ريحة المسك، فبيقولوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام مشي من الحتة دي. فإحنا المفروض نحتذى بالرسول صلى الله عليه وسلم، إن ريحته كانت رائحة المسك، ما تقولش بقى لا، لا، لأ عادي هو أنا أحط body splash والّا أحط برفان والّا أعمل جسمي عشان يبقى ريحتي حلوة، ده لازم تبقى ريحتك تبقى حلوة، يعني حاجة لا تُناقش الآن. وكمان إن الله جميل يحب الجمال، يعني ربنا بيحب إن أنت تبقى جميل كده مهتم بنفسك، شخص مهندم. وكمان إن النظافة من الإيمان، والإيمان شطر الإسلام، فأنت متخيل؟ يعني النظافة من الإيمان، سواء نظافة المكان، سواء نظافتك أنت، سواء نظافة أي حاجة، مش نظافة المكان بس، إحنا بناخدها على المكان بس، لأ نظافة كل حاجة عمومًا، فإن النظافة من الإيمان، وطبعًا إحنا عارفين إن الإيمان شطر الإسلام، فلازم تهتم بنفسك، وتبقى عارف دايمًا إن أنت ما حدش يعني مش مثلًا تقول لي أنا هاصحى من النوم يعني مش هاقدر أغسل وشي بالغسول والّا بتاع عشان خاطر أنزل معمّص. دي يعني حاجة زي أنت بالضبط ما بتدوّر على بنت مثلًا لمّا تيجي مثلًا تخطب أو تتجوّز، وتيجي تدوّر على بنت، هتدوّر على بنت شكلها مهندم، مهتمة بنفسها إلى حدٍ ما، والحاجات من دي. هي برضه لمّا تيجي هتبُص في الشخص، هتبُص للشخص المهندم النظيف، مش اللي هو نازل معمّص من الشارع وهكذا. فلازم تبقى نظيف، ولازم تبقى مهتم بنفسك، وطالما حاجة ودي حاجة أساسية جدًا، ودايمًا أنا مُعتمد عليها في كل حاجة أنا باعملها، طالما هي حاجة مش حرام تحط عليها مثلًا 30 خط مثلًا، يبقى دي أنت تعملها عادي، طالما هي مش حرام خلاص أنا أعملها، ما فيش حاجة تمنعني إن أنا ما أعملهاش. وكمان بعديها تنظر هل العادات والتقاليد تنفع إن إحنا نعملها في عاداتنا وتقاليدنا والّا لأ. طبعًا حاليًا العادات والتقاليد بتاعتنا بقت منفتحة على كل الشعوب منفتحة على بعضها، فالعادات والتقاليد إلى حدٍ ما بقت يعني بتواكب شبه بعض. فإن هي مش عيب إن أنت تحط ماسك، مش عيب إن أنت تهتم ببشرتك تحط غسول، مش عيب إن أنت تغسل سنانك وتجيب غسول، يعني يا جماعة يا ريت تغسلوا أسنانكم برضه، تمام، في حاجات كتير جدًا. فمش عيب، مش حرام إنك تجيب مرطب، إنك تجيب sun block وتحط sun block، فالحاجات دي مهمة جدًا، جدًا، جدًا. حبيت أتكلم معاكم فيها، عارف إن وقت الفيديو كبير شوية، بس يعني بجد اقف مع نفسك لحظة كده وقُل طالما هي مش حرام أنت عادي أنت تعملها. قبل الأخير بقى هنحط ماسك، أنا هاحط الماسك ده هو اسمه ماسك الgreen tea، فأنا هابدأ أحط الماسك ده. الماسك ده شجرة الشاي بيهدّي البشرة، طبعًا ما عنديش ماسك غيره بصراحة، لأن الماسك التاني خلص، فماسك بيعجبني جدًا، وأحلى حاجة فيه إن هو كده بُص بيفتح بقى استِكّة، تبدأ أنت تحط بقى على بشرتك بالطريقة دي كده. طبعًا هو مش باين شوية بس عشان لسه إيه بنحط، فهابدأ أحط أهو فهابدأ أحط، وعايز أقول لكم يا جماعة لمّا آجي أحط هاجي أقول لكم أنا شبه مين، تمام، وقولوا لي في الcomment ساعتها أنا شبه مين، وأوريكم بصراحة الشكل. بُصوا يا جماعة عايز أقول لكم أنا قولوا لي في الcomment قبل ما أحط لكم الصورة أنا شبه مين، قولوا لي في الcomment أنا شبه مين. شُفتوا يا جماعة شبه في الحرب العالمية التالتة الجني اللي كان طالع كده. فبس هنسيبه بقى ينشف حوالي ربع ساعة، ونرجع بقى نكمل في آخر حاجة، وأقول لكم تعملوا فيها إيه في البشرة. تمام كده غسلنا وشنا من الماسك. نبدأ آخر حاجة بقى أو قبل الأخيرة برضو، إنك ترطب وشك بأي مرطب عندك، مرطب برضو يكون مناسب للبشرة بتاعتك. تبدأ إن أنت ترطب بشرتك، وبعد كده قبل ما تنزل تبدأ تحط سان بلوك عشان خاطر تبدأ إن أنت تحافظ على بشرتك. وسان بلوك ده مهم جدا جدا جدا، لأن بعد الشر يعني في واحد جرب إن هو عمل تجربة كده، قسم نص وشين معرفش ليه، عمل نص حط فيه سان بلوك طول السنين وش لأ. فالوش ده هابقى أحط لكم حتى الصورة بتاعته هنا، فوش النص التاني تحس إن هو شبه محروق كده أو متجعد، لأن هو ما كانش بيحط فيه سان بلوك. فحط سان بلوك بعد ما تبدأ تحط المرطب، خلاص كده خلصنا حطينا المرطب، تبدأ بقى إن أنت تحط السان بلوك. دي كانت آخر حاجة. فبس وده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه استفادة كاملة، وطلعتوا إلى حد ما قررتوا إن أنتوا تهتموا بنفسكم كولد. بنت برضه تكوني قررتِ تهتمي بنفسِك أكتر وأكتر، وتكوني برضه قُلتِ لجوزِك أو خطيبِك أو أيًا كان يعني أو أخوكِ إن هو يهتم بنفسه. فما تنسوش إن أنتم تعملوا لي subscribe وتفعلوا الجرس عشان لو نزلت أي فيديو، وما تنسوش تتابعوني على الإنستجرام. بس كده، مع السلامة، استعينوا بالله. باي باي.